الزملكاويه بقى اللي بقى كل محتواهم عن النادي الاهلي وشركه كوكولا. حابب اقول لك يا حبيبي ان النادي الاهلي مش هيجبرك تشتري ايه ولا ما تشتريش ايه. يعني انا كاهلاوي عمر النادي الاهلي ما يقول لي قاطع ولا ما تقاطعش، ده حاجه ترجع لك انت. انا كاهلاوي مقاطع، انما النادي الاهلي يتعاقد مع مين ده حاجه بتاعته هو، او ما يجبرنيش انا كاهلاوي اشتري ايه. والزمالك بتاعك برضه ما يجبركش تشتري ايه ولا ما تشتريش ايه. ما تطلعش بقى تتكلم على الشرف والاخلاق وانت الدنيا خربانه عندك. بالنسبه لي انا النادي الاهلي العقود اللي بياخدها من الشركات على الاقل طلعت عملت قفلات وبعتهم، انما انت عملت ايه؟ طلعت غيرت الصوره الشخصيه بتاعتك وخلاص. بتغييرك للصوره الشخصيه بتاعتك انت كده مقتنع ان الحرب هتقف وفلسطين هتبقى محرره يعني؟ وحياة ابوك ما تطلعش تتكلم على الشرف والاخلاق وانت الدنيا خربانه عندك. سور نادي الزمالك كله محلات للمقاطعه زي كنتاكي وستاربكس وغيره يا صاحبي وماكدونالدز، فما تطلعش تحكي وتتكلم بقى على الشرف وتطلع تتكلم عن النادي الاهلي متعاقد مع مين ولا مع مين. وقادر اجيب لك صوره زي كده من زمان وانت متعاقد مع شركه كوكاكولا، واطلع اقول لك بص الزمالك عمل ايه ويسوى ايه، والزمالك حط العلم بتاعه على كوكاكولا والزملكاويه مش مقاطعين وغيره. قادر اطلع اقول كده، بس انا دماغي مش زي دماغك يا صاحبي، انت دماغك مشتته واي كلمه بتوديك وتجيب، انما انا اهلاوي عارف الدنيا ماشيه ازاي، فما تطلعش تهري وتتكلم على الشرف وانت ما عندكش شرف اصلا. بس كده، يلا سلام.